اللاعبين، وعليه أن ينتدب جدد، وعليه أن يضع خطة ومنهجية لعب، لأنه فوز هكذا بدون أداء مقنع هذا ليس ما نبحث عنه، وليس من أجل هذا كان التغيير. نبداك بالنقطة المهمة اللي قلتها مع الأول محمد. نعم. هذا الفوز جاب الهدوء للفيدرالية وللمنتخب باش يكملوا في العمل ديالهم. وثاني حاجة خلانا ب9 نقاط في المراتب الأولى اللي نكملوا المسار تاعنا. نبداك في بيتكوفيتش ما عنده ولا كما يقول لك السبب منا للفوق باش ما يعرفش التشكيله ديالو، شكون اللي راهو واجد، شكون اللي ما راهوش واجد، وشكون اللي راهو يقدم مردود مليح واللي ماهوش يقدم مردود مليح. دوكا يعرف الحارس كما يقول لك ما راهوش او توب دو سا فورم، ولا عنده دي ماتش اميكو يعاود يتيستي دوتر غارديان يدبر راسو، ولا يدير ثقه في هذا الحارس. ما عليه على مونريا تجنب كاع الاخطاء اللي وقعوا من قبل. والتشكيله تاعنا يدير التشكيله اللي تقدر تعطي الاضافه لهذا المنتخب، وان شاء الله اللي يدخل يمد لو بلوس للمنتخب من ثلث الخطوط. محمد باسكو اليوم خلاص من الان فصاعد المطرقه ستكون فوق راس بيتكوفيتش. ولا زدنا غلطنا في مقابله في الملعب ديالنا ولا خارج الملعب ديالنا نقدروا نخليو النقاط، ومن بعد تكون عندك مقابله حاسمه مع اي فريق اللي يكون معك غير في النقاط متساوي ولا هارب عليك بنقطه ولا اثنين، تولي عندك اشكال تلعب بالخوف. قاسي سعيد، التغيير كان من اجل نتائج أفضل، من أجل لعب جميل، من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم، من أجل تقديم صورة مشرفة عن المنتخب الجزائري، ولم يكن من أجل الخسارة أمام غينيا والفوز الباهت الذي حققناه اليوم، مع التذكير بأننا ثمنا هذا الفوز وثمنا نقاطه التي ستكون ثقيلة ووازنة في ميزان التأهل. شوف الناس تقول لك خلفنا الخسارة اللي خسرناها مع غينيا بهذا الفوز، ما خلفنا حتى شيء محمد. مع غينيا ما خلفناش، خسرنا المقابله. وثلاث نقاط اللي جبناهم اليوم ما يرمبلاسيوش 3 نقاط تاع غينيا. اليوم عنده بيتكوفيتش عنده الوقت. في البدايه سيبري حقيقه جا ما يعرفش اللاعبين، الوقت ضيق، جات مقابلتين تاع شهر مارس ما يعرفش حتى المقابلتين هذوما. نظن باللي ما كانش عنده 100% هو اللي قرر القرارات تاعو، ولكن اليوم كما تكلم اذا الغيت تصفيات كاس افريقيا تؤجل نظن راح يكون عنده الوقت، ما عنده حتى سبب، خاطر هو اللي راح يخير اللاعبين، هو اللي راح يشوف اللاعبين تاع البطوله، يشوف اللاعبين اللي يشوفوا في اوروبا. الاختيار راح يكون شخصي. يا محمد الان ربح اهم شيء بيتكوفيتش، ربح اولا ثقه اللاعبين، ثانيا ربح الوقت الهدوء من أجل العمل بعيدا عن الضغط. الآن لديه 3 أو 4 مواعيد ودية، يستطيع أن يحضر مثل ما شاء. يستطيع أن يذهب في جولة في الدوريات الأوروبية من أجل ربما انتداب لاعبين جدد إلى المنتخب، البحث عن عصافير جديدة تطرق أبواب المنتخب خصوصا في خط الهجوم وفي خط الدفاع، لأننا بحاجة كبيرة جدا إلى مدافعين من أعلى مستوى ومهاجمين من أعلى مستوى أيضا. الآن الهدوء سيعود إلى المنتخب، سيكون له كامل الوقت من أجل العمل على ورشة كبيرة ترميم كل ما يمكن ترميمه في المنتخب الوطني الجزائري. ويجب علينا أن نتفائل كجماهير عاشقة المنتخب الوطني الجزائري في المواعيد المقبلة بحول الله تعالى. هناك لاعبون جدد، على الأقل 3 لاعبين سينضمون إلى المنتخب في التربصات المقبلة، ربما في التربص المقبل. لذلك فوز اليوم كان مهما ومهما جدا للمنتخب ولبيتكوفيتش وللجماهير أيضا. ورشة عمل كبيرة تنتظر بيتكوفيتش من دون شك. ميدو نعم أكيد ورشة عمل، ويجب منح الفرصة لمن يستحقها أيضا، لأنه فيه بعض اللاعبين الذين غيبوا أو غابوا عن قائمتي مارس وجوان، أعتقد بأنهم يستحقون على الأقل التجريب. إن كانت المواعيد في سبتمبر وأكتوبر ودية يجب أن تمنح الفرصة لهم، لأنه اليوم شكون يقدر يعطي لك هذاك الشهر؟ اللاعبين المتعطشين للتألق مع المنتخب الوطني. لما تشوف لاعب عنده 96 97 98 سيليكسيون 100 سيليكسيون، ما بوتاتر يموت له شويه الشغف مقارنه بلاعب تجيبه تحاول تدمجه في صفوف المنتخب، تعطيه من يستحق، ليس فقط تجيبه خلاص. نجيبوا لاعبين اللي يستاهلوا يمثلوا القميص الوطني، نمنحوا الفرصه لبعض اللاعبين الذين غيبوا عن تربصي مارس
وجوان، ولو انه تربص سبتمبر صعب انك تحكم فيه على اللاعبين على مستواهم، لانه راح يكون مباشره في بدايه الموسم، حتى ممكن انه من اللاعبين. هل تتوقع عمليه غربله في سبتمبر؟ اليوم المدرب الوطني كما يقول لك إلي دومير، يعني اليوم ما بقاش عنده الى الحائط، ظهره الى الحائط، يواجه الخطر، ما بقاش عنده هذاك الجوكر تاع ما يعرفش اللاعبين، وماشي هو لو يدير في تشكيله وصلته معلومات مغلوطات. اعتقد بان كل هذه الامور ستنتهي الان بعد تربصين. انت اليوم اللاعبين اللي جبتهم واصريت عليهم في تربصين هم من نفسهم تقريبا، من قائمه 31 اللي جات في مارس، القائمه 25 هذه اللي جات في تربص جوان، نحى جاب لاعب جديد واحد فقط اللي هو كداد وما لعبش لي 2 ماتش، بينما اللاعبين اللي شاركوا كلهم شافهم في مارس وشافهم اليوم، اكيد عنده نظره يعرف شكون يقدر يمد شكون اللي ما يقدرش يمد. كاين شيء اخر ايضا اللي احنا كيما رانا هنا كاع نتجاهلوه اللي هو لا فيديو جروب. كان اللاعبين كيفاش كانوا مع بعضهم في تربص مارس وفي تربص جوان، كيفاش اللاعبين تعايش بين اللاعبين في التربص. لذلك ممكن انه باش دير مجموعه اكيد ما راحش يغربل 80 90% من اللاعبين الحاليين، لا راح يكون عنده نواه تاعو اللي يرتكز عليهم سي لوساتور ولا لي كادر تاع لا سيليكسيون فلار بيتكوفيتش هما، وبعدها يحاول يضيف اللاعبين اللي يشوفهم انهم قادرين يمدوا اضافه. ممكن في تربص شهر سبتمبر ان كان تربصا وديا قد لا نشاهد الكثير من اللاعبين المحليين، خاصه وان البطوله ستكون البطوله ان شاء الله اذا كنا ملحقين تكون مازال ما بداتش. صعب جدا ان نطالبوه ببعض الاسماء المحليه لانه اللاعبين يكونوا مازال ما خدوش ربما ولا مباراه رسميه مقارنه باللاعبين اللي ينشطوا في اوروبا اللي يجيك بمباراتين 3 مباريات، يعني الريتم مختلف. لذلك انا اتمنى ان يكون تربص شهر مارس ودي لانه مهم جدا، سبتمبر عفوا ودي لانه يبقى مهم جدا من اجل منح الفرصه وتجريب لاعبين اخر. نعم، نستمع الان الى اراء بعض انصار المنتخب الجزائري الذين تابعوا هذه